مواصلة لعمليات إحباط كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبناء على معلومات واردة إلى كتيبة وهران، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببير الجير شرق من وضع حد لنشاط شبكة دولية منظمة تختص في تهريب الأشخاص عبر البحر بطريقة سرية. مكنت هذه العملية من توقيف 15 شخص، من بينهم 6 منظمين لهذه الرحلات من جنسيات وطنية وأجنبية. حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب1,300,000 دينار جزائري. سيارتان سياحيتان كانتا تستغل في نقل الأشخاص. 9 هواتف نقالة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببير الجير شرق تواصل التحقيق في القضية، وسيتم تقديم الأطراف فور استكمال التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة.